شاء الله ازاي ان تاكل الزغاليل الصغيره اللي هي امها ما بتعرفش تزقها، فانت بتاكلها عشان تساعد ايه معاها. بتجيب حونه زي كده ملجزخانه. الحونه دي 60 سم، وبتجيب علف بادي او علف تسمين على حسب احجام الايه الحمام. لو الحجم كبير شويه يبقى تسمين زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ادي العلف اهو حط اهو، وده الحمام اهو. بمسك الحمامه اهو، الحمامه اهو، بجيب العلف بملى الحونه، بتديله حونه كامله، تديله حونه كامله كده على سبيل ان هو ايه كبير. تمسك الحمامه، ادي الحمامه اهي، تفتح بقها وتتكه. ادي ايه كانت الحمامه اهي. التانيه ما بياخدش وقت، ما بتاخدش اي مجهود ولا اي وقت ولا اي حاجه اهو. تفتح بق الحمامه اهو، تقوم تكي اهو. ادي الحمامه ما ياخدش اي وقت ولا اي مجهود ولا اي حاجه. ادي الحمامه اهو اهو اهي، ما ياخدش اي مجهود. والحمامه ايه بتاكل. كل الحمام اللي موجود هنا اللي باكله حمام من النوع البلدي، الايه البلدي الاصيل، البلدي الاصيل. اخرها في حمامه اقولها لكم دلوقتي تقليد تركي مع بلدي، يعني الاب تركي، الاب تركي والام ايه بلدي اهي اهي اهي. دي اللي هي اصلا رجلها فيها ايه ريش اهو. دي تركي مع ايه مع بلدي اهو. ما بتاخدش حاجه، ما بتاخدش اي مجهود. لو عندك حتى اي كميه بتاكلها ايه، بتاكلها بسرعه وما بياخدش ايه وقت. عندك الالوان، عندنا الالوان جميله خالص. في الوان طبعا دلوقتي البتاع بقت جامده شويه، بنحط لها شويه ايه ميه عشان ايه نلينها شويه، نلين الايه الخلطه بحيث ان ايه تبقى ايه لينه بالنسبه للايه الحمام. تمسك الحمامه اهو اهو، تاخدش اي مجهود ولا اي حاجه اهي. نجيب الخلطة التانية، في واحدة تانية جاهزة اهي برضه، نجيبها اهي حقن نلين الايه، هي متلينة بس ايه نحاول نقلبها عشان ايه تبقى كلها ايه جاهزة. وادي الايه الحمامة اهي كده. كمية الحمام اللي عندك ايه كلها ايه كلت. طيب دي بالنسبة للحمام الايه الكبير شوية. فبندخله بقى اهو نبيته. طبعا بيبقى طاقتين، طاقة الصبح وطاقة آخر النهار، وبينهم بتديله ايه مية عشان ما يعجنش الايه العلف في الحصانة. وبتدي ربع برشامة فلاجين كده خلاص. طب نشوف الايه الحمام الصغير.
الحمام الصغير برضو اهو عادي خالص اهو، ادي الحمامه اهي، حمام صغير. الحمام الصغير برضو نفس الموال، بس بتديله ايه بقى؟ ما بتديلوش الحقنه كامله، لا بتديله ايه؟ 3/4 الحقنه او نص الحقنه اهو. سهله خالص اهو. ادي كامل الحمام اهو. بتقلب العلف كويس، العلف تقلبه كويس. طبعا احنا النهارده بنصور النهارده الفيديو في العاشر من رمضان، النهارده 10 رمضان، عيد النصر طبعا. أو قبل الفطار مباشرة، قبل الفطار مباشرة اهو. ادي بتحط البتاع اهو اهو، ما بياخدش وقت ولا حاجة اهو. ما بتملاش الانبوبة الحقنة، بتخليها نص ساعة او 3/4 اهي. و دي حمام ايه؟ لسه صغير، لسه ايه؟ صغير، ما بياخدش وقت ولا حاجة ولا مجهود ولا أي حاجة. وفي نفس الوقت إيه؟ بتشتري نفسك وبتشتري حمامتك الكبيرة، لأن أصلا لو قعدت تحت أمها ما بتعرفش تأكلها، والحمامة إيه؟ بتدبل وتموت. لا، أحسن ما تدبل وتموت. لا، أنا إيه؟ أحاول إن أنا أتعب شوية وأستفاد بالإيه؟ بالحمامة اللي تطلع. احسن خساره من ايه؟ الحمام ان هي تدبل تحت امها وتموت، لان امها ايه؟ ما بتاكلهاش قوي. الحمامه اللي بتاكل يعني في حمام زغاليل في العشه جوه، طبعا امها بتاكلها. فانا ايه؟ ما رضيتش ان انا ايه؟ اجيب. يا رب. اخر طبعا اهو، دي برضو ايه؟ من النوع التركي اهو، اهي من النوع التركي، هي اللي هي برضه تقليد بلدي مع تركي، بس بدأت تاخد سلالة الايه؟ التركي، يعني بدأت تاخد لون الذكر بتاع الايه؟ التركي. الحمد لله تم الفيديو الحمد لله. إذا عجبكم الفيديو دوس لايك أو اشترك في القناة، وشكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.